مسلحون قدم سلاح حق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا: وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن اليوم نحيي الذكرى الفاتح نوفمبر، نحن اليوم نحيي ذكرى الشهداء، نحن اليوم نحيي ذكرى كتبناها بالدماء الزاكيات الطاهرات. وفي ثورتنا المجيدة يوجد العديد من الأبطال، وسنذكر لكم اليوم بطلان: بطل في الشعر والأدب، وبطل في الحرب والقيادة. بطل في الشعر والأدب وهو مفدي زكريا رحمه الله، ومقولته الشهيرة حيث أنه قال: تأذن ربك ليلة قدر وألقى الستار على 1000 شهر، وقال الشعب أمرك ربي وقال الرب أمرك أمري. نوفمبر غيرت مجرى الحياة فكنت للجزائر بدرا، فقمنا نضاهي ونحارب كأننا نحارب مع رسول الله في بدرا. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ نعم إنه اليقين، حيث أننا تيقنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. أما البطل الثاني وهو العربي بن مهدي رحمه الله، ومقولته الشهيرة أيضا حيث أنه قال: ألقوا الثورة للشارع يحتضنها الشعب، فاحتضنها الشعب وقدمنا 1.5 مليون من الشهداء الأبرار. هؤلاء الذين ماتوا بالأمس لم يموتوا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فليعلم فقولوا للعالم أجمع أننا لغير الله لا نركع، قولوا للعالم أجمع أن أيدينا لغير الله لا ترفع، قولوا للعالم أجمع أننا لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن نتبع. ولتعلم فرنسا واليهود أننا في الحرب رجال كالأسود، لا نخاف الموت لا نخاف الوراء، وفي سبيل الله بعنا والله قد اشترى بالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية الجزائر، تحية الجزائر. من السلام حق جميع رح. بارك الله فيكم. بارك الله فيك.